فين ما كان شي واحد عنده شي عقدة من شي حاجة يحاول أن يسقطها على الآخرين، وأنت منهم عامر عقد عدم الرضا على النفس وعلى الذات وعلى الجسد وعلى الشكل نتاعك وعلى الأصول نتاعك، وعندك أزمة هوية. وقلتها لك ذاك المرة، قلت لك أنت عندك أزمة هوية جندرية قبل أن تكون هوية نتاع الانتماء إلى بلد اسمه الجزائر. شوهتي بالجزائر، شوهتي بالجزائريين الأحرار يا مسبيل الغبي العبيط. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. الفقيه اللي كنتسناو بركتو دخل الجامع بلغتو. الإمام الجزائري أبو قطة يسب الملك والمغاربة بعد أن احتفل به المغاربة وأكرموه على تلك العفوية التي أبان عليها، والقطة تتسلق على كتفه. اليوم يخرج لنا هذا أبو قطة في فيديو يسب فيه الملك محمد السادس نصره الله، وهذا كان رد المغاربة عليه. قبل مشاهدة الفيديو أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو وترك تعليق محفز. والله فقط ما قدرتش نفوتها، سامحوني، القلب يتقطع ويتألم أنه يشوف هذه الخيانات المتكررة ممن يسمى بملك المغرب. أنا حتى اسم محمد ما نقدرش نمدوله، احنا نسميه أمسيس هنا في الجزائر. على كل عيب وعار تفرحوا باستقبال وزير الدفاع تاع الكيان الصهيوني، زعما جايبين اللي يحامي عليكم يدافع عليكم من الجزائر. الهضره اللي راني نهضر فيها ما لقيوش كفايه مقهورين مساكين، مقهورين نبعث لهم في الواتساب المساكين يخافوا يقلبوا لهم، يخافوا يجاوبوا في التليفون، يخافوا يجاوبوا مساكين، مقهورين مسكر عليهم كل شيء. في الوقت الذي تتكلم فيه عن المغرب وعن ملك المغرب وعن وضع المغرب، تكلم عن إصلاح ذات البين، وتكلم عن حكم من هجر أخاه الثلاث، وتكلم على حكم من رفض إصلاح ذات البين ورفض وساطة أهل الصلاح ورفض وساطة من توسط لإصلاح الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر الذي افتعلته الحكومة الجزائرية للأسف، أو من دفع لهذا، وهذا معروف للقاصي والداني. لما لم تتكلم عن هذا الأمر؟ تتكلم عن أمير المؤمنين سد العالية بالله الذي قدمنا له البيعة، تتكلم عن ملك بلادنا، هذا حاكمنا. ماذا تريد أنت؟ أن نعيش بدون حاكم، نعيش بدون ملك؟ هذا أكرمنا الله في هذه البلد، في هذه البلدة بملك، وهذا اختيار واصطفاء من الله تبارك وتعالى. يؤتي الملك من يشاء، وأنت تحفظ هذه الآية، وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فهذا بيد الله عز وجل، ليس بيدك أنت. فأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ونحن نرضى بملكنا وندعو له في صلواتنا وفي جمعنا وخطبنا. فتقول أنا ما نقدرش نذكر سميتو، أنا نقول له إمسيس، حاشاك، ولا لا يبقيك، أقولها وعمر بها فمك. عمر بها فمك. سليل الدولة العلوية جده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي تشعل الفتنة. أما حدثته عن قول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها؟ هذا مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ فكيف مع جيرانك؟ فكيف مع إخوانك؟ يعني كعت كل الآيات والأحاديث والمسائل والأخلاق الحميدة في حديثك عن الجارة في هذا الوقت الذي النفوس فيه مشحونة، وفي رمضان الذي يرجى منه تهدئة النفوس وإصلاح العيوب. تتكلم عن المغرب وتستغل هذا المشهد لتنبذ في إخوتك وفي حكمهم وفي ملكهم وفي حاكمهم وملكهم. نعم، هناك حكومات تتعاقب، لها ما لها وعليها ما عليها، ونحن لا نسكت عنها. أما المنهج في التعامل مع حاكم البلد مع ملك البلاد، هذا مبذول، هذا معروف، هذا منهج، هذا دين. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أهكذا تكون النصيحة أم هو مجرد اتباع الهوى؟ وأنت تحفظ في كتاب الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه
ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فإنسان اللي بغى يدير بلاصتو يبعد على الفتن ويبعد على شحن البغضاء والحسد بين الناس. وأنت تحفظ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. بعض الظن إثم، فكيف بالظن كله؟ كذبت وخسرت وأسأت وما أحسنت للأسف. زمرة العلماء وزمرة الأئمة يرجى منهم إصلاح ذات البين، يرجى منهم تهدئة الوضع. وملكنا وحكومتنا وشعبنا باسط يده للصلح، باسط يده وما فعل شيئا. هي أرضنا وهي صحراؤنا، هذا أمر انتهى، هذا أمر انتهى. لكن نبحث عن أرضية مشتركة يجمعنا تاريخ، تجمعنا جغرافية، يجمعنا دين، يجمعنا نسب، تجمعنا أرحام. هذا الذي نركز عليه، لا نركز على إيقاظ الفتن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها منتنة، العصبيات والنعرات، وهي لائمة هذه الفتنة. فكيف تكون ممن أيقظها؟ بديتو كتحمضوه، بديتو كتبسلوه بالجزائرية، بدا كيصمات. كلشي دابا كيتكلم في هذه القضيه هذه. جيب هذا حطو، دير له تكريم، دير له هادي، دير له هادي، حتى يولي الشعب الجزائري كيقول لكم عيقتوا. واش على قله الاحداث، على قله المواضيع باغيين تشعلوها لينا مع المغاربه اللي اصلا لم يتحدث فيهم احد قائلا بان ذاك الامام او ذاك الفقيه مغربي. وملي زيد تقلبت مزيان لقيت بانه على مستوى الخليج والمشرق ثمة من قال من السعوديه او الكويت او الامارات، لان الاسماء نتاعهم مشرقيه، انه مغربي. وملي قالوا انه مغربي، داك الجلابه، هذيك الجلابه اعتقدوا انه مغربي، هما اللي قالوا. احنا ما قلنا حتى وزه، ما قلنا حتى وزه. هذيك اللعبه السمجه نتاعكم، النظام العبيط وداك الذباب والمش نتاعكم اللي كتبارطاجيو باسماء مغربيه، واللي كتعلقوا باسماء مغربيه، معتقدين انه قادرين تخلقوا شي حدث من لا شيء. ما كاينش حدث، ما كاينش. اضرب في المعقول. واش لهاد الدرجه ما كاينش شي حاجه اللي تفتخروا بها في بلادكم من غير انكم تلفقوا صراع وهمي، نزاع حول قطه ولا قط؟ بقى لكم غير دابا تجيبوا داك القطه وتديروا له بلاطو وتديروا له تكريم، وتمشيو ديروا تحاليل لذاك القطه ولا لذاك القط، وتقلبوا له في الADN وفي الهيستوريك نتاعو، وتدخلوا شي حاجه عندها علاقه مع الماسونيه والمخزن وما الى ذلك، وتبان شي حاجه سميتها الجوسسه والعوسسه والكوسسه. هادشي اللي بقى لكم. عيقتوا اصاحبي، عيقتوا. مصطفى بوسبير مدخل المغرب في، واش انت مفي ولا صاحبي؟ واش ما راكش نورمال انت ولا صاحبي؟ واش ما كتعيقش براسك ولا كتعاير المغاربه والشعب المغربي في وسط رمضان بالكلام البذيء والسيء، وكتدعي انك انسان يعني تنتمي الى الامه الاسلاميه وتهمك القيم والاخلاق الاسلاميه؟ منين جبتوا هاد الاخلاق وهاد التربيه؟ منين جبتوها؟ منين جبتوها وانتم النميمه والتنمر على الاشكال نتاع الناس، وانت اول واحد يفترض ان يتنمر حول شكله؟ استغفر الله يا ربي. فين ما كان شي واحد عنده شي عقده من شي حاجه يحاول ان يسقطها على الاخرين، وانت منهم عامر عقد عدم الرضا على النفس وعلى الذات وعلى الجسد وعلى الشكل نتاعك وعلى الاصول نتاعك، وعندك ازمه هويه. وقلتها لك ذاك المره، قلت لك انت عندك ازمه هويه جندريه قبل ان تكون هويه نتاع الانتماء الى بلد اسمه الجزائر. شوهتي بالجزائر، شوهتي بالجزائريين الاحرار يا بوسبير الغبي العبيط. شوهتي بشي حاجه سميتها الدفاع عن القيم نتاع البلاد والوطن، وتستغل في واحد الحدث زوين كان ليمر بشكل سلس رائع جدا، وفرحنا جدا جميعنا المغاربه كاملين فرحوا لان شي حاجه سميت هذاك الصوت الجميل غيتسمع من طرف الميريكان والكنديين والنقالزه والجوابنا، لانه حدث جميل طريف رائع خفيف ظريف، والناس غتمشي تقلب وشنو كيدير هذا السيد هذا، كيصلي، نمشي نقلب شنو هي الصلاه،
والناس غتعرف شي حاجه على الاسلام زوينه مرتبطه بواحد الالفه كاينه بين الانسان وديك الطريقه باش تطلع داك القط وباش باسوا القبله الجميله والرائعه جدا. شوهتوها هذه، بسلتوها، حمضتوها. المخزن المروك، المخزن المغرب، القجع المغرب، المخزن الكونسه العوسسه، عيقتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كما شفتوا إخواني المغاربة، كان هذا هو الرد ديال بعض النشطاء المغاربة على هذا الإمام أبو قطة الذي حتى هو بانت فيه رائحة الكرغولية للأسف الشديد. في نهاية الفيديو أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتتركوا تعليقا إيجابيا